هقول لكم سر صغير. أنا بحكيش عربي. اللي عم بتشوفوه هلا دوبلاج. لأنه أنا عم بحكي كوري بس في حد جوا بيتكلم عربي وجماعة المونتاج عم بيركبوا الصوت على الصورة. البرنامج ده جامد لأنه السينك 100. عرفتم على حالي؟ لا أنا بحكي عربي عن جد. اسمي وان هو تشونغ. اسمي الكامل وان هو إنسوك إلبونغ يونغ وون تشونغ. ما كانت نكتة. أبوي كوري، أمي فيتنامية، مولود بالسعودية، عشت بالأردن، وهلأ دلوقتي عايش بدبي. طول حياتي وأنا صغير هلأ كان عندي هدف واحد، بس إنه يكون إلي معاملة مواطن عربي. إنه مع إنه شكلي غير بس أنا كنت حاب أكون زي أي عربي تاني، بس بوجه زي هيك وباسم زي وان هو. الحياة ما كانتش سهلة حتى بأبسط الشغلات. مرات بكون جعان برفع التليفون أعمل طلبية ديليفري. أنا مرحبا، واحد بيتزا مارغريتا، واحد سلطة، واحد دايت بيبسي. أيوة الاسم وان هو. ها؟ وان هو. شو؟ وان هو كليك توت توت توت. حتى أيام زمان ما كان في لا آيفون ولا سامسونج ولا موبايل، كان في حاجة اسمها تليفون البيت، التليفون الأرضي. بدك تحكي مع حد ترفع التليفون تطلب البيت، الشخص اللي برد عليك تطلب الشخص اللي بدك تحكي معه. مرة بدي أحكي مع صديقي عادل، رفعت التليفون رد والده لعادل، بقول له مرحبا عمو، عادل موجود؟ بقول لي عادل موجود بالغرفة. مين أقول له؟ وان هو. حبيبي هو بالغرفة. مين أقول له؟ وان هو. قال لي حبيبي قلت لك بالغرفة. قلت له سوري عمو أنت عم تفهمني غلط، أنا كوري مش عربي، اسمي وان هو، مش عم بقول وين هو فينه. قال لي أما أنتوا أساميكوا تحفة. يا عادل رد على هذا صاحبك نتنياهو. أنا بدي أقول لكم سر تاني، سر صغير. أنا بتعرفوا عامل زي إيش؟ أنا عامل زي البطيخة، من برا أخضر من جوا أحمر. فأنا من برا كوري بس من جوا عربي. وحاب أقول لكم أنا فخور 100% إن أكون عربي زيكم. فالقصة مرة كنت قاعد عند بيت صحاب إلي، مجموعة من الناس عم نطلع على الأخبار، فجأة خبر عاجل، تفجير بأمريكا. على طول أصابع الاتهام تتجه إلى منطقة الشرق الأوسط، وأنا بزعل لأنه بكونش في أدلة لسه. فأنا بقوم بين كل أصحابي بقول لهم يا جماعة نحن العرب إذا ما مسكنا إيدين بعض، ما توحدنا، ما لعبنا لعبة الإعلام، وما غيرنا سياستنا الخارجية، ما رح نتطور. فأصحابي بتطلعوا علي، بتطلعوا بعض، بقولوا لي وين هو؟ أنت بصيت على شكلك مؤخراً بالمراية؟ بقول له كيف؟ شو قصدك؟ بقول له حبيبي أنت شايف منظرك عامل إزاي؟ بقول له كيف؟ درسنا نفس المدرسة، نفس الجامعة، نفس الحارة، نفس البلد، نفس اللغة. قال لي حبيبي أنت شكلك زي شغلتنا الإندونيسية بلا الحجاب. بس إجا اليوم اللي تغير فيه كل شيء تغير. بسنة 91 تم إهداء عائلتنا
الجنسية الأردنية. وفعلا كان أسعد يوم بحياتي، لأنه لما حدا كان يقول لي أنت مش عربي بقول له لا 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 لا. بطلع دفتر أسود صغير بقول له طلع المملكة الأردنية الهاشمية زي زيك. وبتذكر يوم ما أخذت الجواز طلعت من دائرة الهجرة والجوازات والشمس مشرقة والسماء زرقاء والعصافير تزقزق. فتحت الجواز في صورة إلي قد ما أنا مبتسم البسمة هيك بتشوفوا ضرس العقل. بقرأ الاسم وان هو إنسوك إلبونج يونغ وان. العشيرة آل تشونغ. العمر 10 سنوات. المهنة طالب. الجنس أنثى. كارثة كارثة. بدك كاسة مي؟ مرة راكب بتاكسي، أنا عايش بدبي فباخذ تاكسي من أبو ظبي لدبي. شوفير التاكسي كان عربي، قعدنا حكينا فتح لي قلبه وقال لي عن حياته بالإمارات وعن مرته وعياله. خلص صرنا أصحاب إخوان، صار الأنتيم تبعي. المهم قبل ما نوصل البيت بشوي هو عم بسوق بلف علي بقول لي لو سمحت. بقول له تفضل. بقول لي الأخ من سوريا. قلت له لا أنا كوري. قال لي شكيت يا كوري يا سوري. يا جماعة الخير مرة كنت معزوم على فرح واحد من أصدقائي، فكنا مبسوطين أنا والعروس والعريس وعلى البيستا وصحاب وكده. فجأة تطلع مغنية تغني أغنية إهداء للعروس والعريس، وبتغني أغنية أنت عمري. للي بيعرفني أنا غرامي أم كلثوم وحبي أنت عمري. فالمهم هي قاعدة عم بتغني على المسرح وأنا تحت مع كل العالم وواقف معاها. أنت عمري أنت عمري اللي ابتدى بنورك صباحه، اللي ابتدى بنورك صباحه. أنت 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 عمري. المهم أنا عم بغني خلصت غنى سكرت الجاكيت، في واحد واقف بعيد عني 5 متر ماسك مشروب وانتوا عارفين مشروب ايه. عم بتطلع علي واحد آسيوي بيغني عربي منبخع مش مصدق، بيطلع فيه وبتطلع بالمشروب. أنا شايفه بس مطنش. فجأة بلش يجري عندي عم بمشي. لو سمحت لو سمحت لو سمحت. بيجي بحط إيده على كتفي بقول لي ليك ماي فريند أنت بتحكي عربي؟ قلت له لا بتهيأ لك لأنك سكران. نفس الليلة طالع من الحفلة ماشي تجيني بنت وشاب بيجوا لعندي بقول له لو سمحت انت على اليوتيوب؟ قلت لها اه. قالت لي نحن بنموت فيك كثير بنحبك. فهو وهي بلشوا يرجفوا بلشوا يعرقوا الاثنين تكركبوا. فانا عم بطلع بحكي انا مش لهالدرجة مشهور، انا مش باسم يوسف.
يعني مش هالشهرة اللي الواحد ووحدة يشوفوني ويقشطوا ويخافوا ويرجفوا. بس أنا بلش راسي يكبر، قلت لا خليني أعيش هاي اللحظة، خليني أعيشها. فقلت أنا الشاب اللي على اليوتيوب. قالت لي لازم أتصور معك، أنا كثير بحبك. فهي بلشت تطلع على المحفظة، الموبايل من المحفظة وعم ترجف. الشاب مش مصدق، إجا لعندي قال لي لازم أسلم عليك. سلم علي، قال لي شرف إلي أشوفك لأنه أنا بشوفك على اليوتيوب كل يوم. قلت له شكرا كثير. قال لي مان كثير بحب جانجنام ستايل. شكرا يا احلى جمهور. ثانك يو وان هو تشونغ. بعد الفاصل هنكمل انترفيو مع وان هو ان شاء الله في الاعلانات اللطيفه جدا اللي بيحطها MBC. اعلانات محترمه كده، جامده كده وغاليه كده، الدقيقه غاليه بتاعتهم كده ان شاء الله. نراكم بعد الفاصل مع وان هو.